قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. لكل عشاق السبايسي والاثاره جئنا لكم بهذه التحفه الفنيه الجباره. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بتوماس اللي بيلاقي نفسه في صندوق حديد بيتحرك لفوق وما بيبقاش عارف هو رايح فين. بيوصل الاسانسير للاخر وبيفتح بيلاقي قدامه شويه شباب. بينزل واحد منهم يجيبه واول ما بيطلع بيفضل يجري لحد ما بيقع وبيرموه في الزنزانه. بيجي له واحد اسمه قلبي، هو بيقول له ما تخافش كلنا هنا كنا زيك في الاول، تقدر تفتكر اسمك او اي حاجه تخصك؟ بيقول له انا مش فاكر اي حاجه. بيقول له على فكره ده العادي، كلها يوم ولا اتنين وهتفتكر اسمك عادي جدا، وللعلم انت مش هتفتكر غير اسمك لان هم اللي عايزين كده. بياخده في مكان تاني بيشرح له المكان ماشي ازاي. هو بيقول له بيبعتوا لنا في المكان كل شهر واحد جديد وبيبعتوا معاه الحاجه اللي هناكل وهنشرب منها لاخر الشهر والباقي بيكون علينا احنا. بعدها بيجي واحد اسمه نيوت وبيتعرف عليه. بعدها بيطلعوا فوق الحته دي وقلبي بيقول له على الثلاث قواعد اللي لازم يمشي عليهم، واهم قاعده انه ما يقربش من الحته دي. تفتكر انه هيسمع الكلام يا صديقي؟ لا والله. بيروح يقف في المكان ده والطفل تشاك بيروح وراه. بيقول له على فكره ما ينفعش تقرب من هنا اصلا لان محدش يقدر يجي هنا. هو مره واحده بيلاقي اتنين طلعوا من المكان ده. تشاك بيقول له الاتنين دول بس اللي يقدروا يخشوا المتاهه لانهم حافظين المكان من جوه بالكامل. توماس بيقرب من المتاهه ولكن مره واحده غالي بيظهر وبيديله واحده بيجيبه على الارض. توماس بيقوم من الارض زي المجنون. بيقول له اهدى احنا عايزين نحميه. بيقول لهم انا عايز امشي من المكان ده. بيقول له للاسف مش هينفع. بيقول لهم وايه السبب؟ في الوقت ده المتاهه بتقفل، ده بيسيبوه ويمشوا. بالليل بيكونوا عاملين حفله وتوماس بيقعد مع نيوت. نيوت بيقول له المتاهه دي مكان خطير جدا وما بيدخلهاش الا اتنين بس وهم مين وبن. بيدخلوا المتاهه الصبح وبيرجعوا قبل ما الليل يدخل عليهم لان المتاهه كل يوم بتقفل. هو بعد ما بتقفل المتاهه من جوه بتتغير بالكامل، وللاسف اللي يشوف الليل في المتاهه دي ما بيقدرش يرجع منها تاني لان في وحوش عنيفه جوه ملقبين بالهمه بيخلصوا على اي حد بيلاقوه في المتاهه. بعدها نيوت بياخده يعرفه على كل اللي في المكان وبيقول له على وظيفه كل واحد فيهم. توماس بيقول له انا عايز ابقى واحد من الناس دي علشان اقدر اخش المتاهه. بيقول له ما حدش بيحب يكون واحد منهم وبعدين علشان تنضم ليهم لازم الاغلبيه فيهم توافق. في الوقت ده حد بيزقه بيلاقي نفسه دخل في لعبه مع غالي. غالي بيديله ضربه فبيقع على دماغه ومره واحده بيفتكر اسمه وهو توماس. في الوقت ده بيسمعوا صوت غالي بيقول له ده صوت الهمه بس ما تقلقش انت هنا في امان معانا. بعدها الكل بينام وتوماس بيحلم احلام غريبه. تاني يوم بيصحى من النوم وقلبي بياخده عند الحيطه دي وبيخليه يكتب اسمه. هو بيقول له اي حد بيموت هنا اسمه بيتشطب من على الحيط. بعدها بيروح عند نيوت فبيديله جردل يجيب فيه سماد من الغابه وفعلا بياخد الجردل وبيروح الغابه. ومره واحده بيظهر له بن. توماس بمجرد ما بيشوفه بيحس بحاجه غريبه حصلت في جسمه فبيعرف ان بن ده مش طبيعي. وفعلا بن مره واحده بيهجم عليه. هو بيكون عايز يقتله. هو بيقول له انا شفتك وكل اللي حصل ده كان غلطتك انت، ولكن توماس ما بيفهمش كلامه. توماس بيهرب منه ولكن ابن الهرمه بينط عليه. تفتكر انه هيقتله يا صديقي؟ لا والله. زمايله بينقذوه في اللحظات الاخيره وبيكشفوا هدومه. هو بيعرفوا ان هو اتلدغ من الوحوش اللي في المتاهه. بيربطوه وبيحطوه قدام المتاهه. بعدها بيزقوه في المتاهه وبتقفل عليه. كلهم بيروحوا يناموا وتوماس بيحلم نفس الاحلام الغريبه اللي ما بيكونش فاهم منها اي حاجه. بيشوف واحده في الحلم وبمجرد ما بيصحى من النوم بيلاقي قلبي ومنه داخلين المتاهه. مره واحده الدنيا بتمطر وبيلاقوا الاثنين اللي دخلوا المتاهه اتاخروا فبيروحوا عند المتاهه وبيستنوهم. بتكون المتاهه خلاص بدات تقفل ومره واحده مينو بيخرج من المتاهه وبيكون حاطط قلبي على كتافه. المتاهه بتكون هتقفل وما بيكونش قدامهم وقت كتير علشان يخرجوا من المكان. المتاهه بتكون خلاص هتقفل ولكن توماس بيدخل لهم في اللحظات الاخيره. بيخشوا جوه والمتاهه بتقفل عليهم. اللي بيبدا يخش عليهم وبيبدا الوحش يخرج من البوابه بتاعته. بياخدوا قلبي وبيرفعوه بعيد عن الوحش ولكن قبل ما يخلصوا ربط بيكون خلاص الوحش داخل عليهم. مينو بيسيب توماس وبياخد بعضه ويجري. لا رجوله لا. توماس بيمسك الحبل وبيستخبى منه والوحش بيعدي من جنبه فبيطلع بعدها يربط الحبل. بيروح من ناحيه تانية فبيلاقي الوحش نزل من فوق. توماس بياخدها جري يمين في شمال وبينطوا من فوق المتاهه. بعدها بيقابل مينو الرجوله وهما الاثنين بياخدوها جري. بتبدا المتاهه تتغير فمينو بيقول له تعالى من هنا بسرعه قبل ما الحته دي تقفل ولكن توماس بيستنى الوحش. هو كمان بينده عليه. الوحش بيجي جري عليه وتوماس بيجري منه. تفتكر انه هيجيبه يا صديقي؟ لا والله. توماس بيعدي من الفتحه دي اللي بتكون خلاص هتقفل والوحش بيعدي وراه. المتاهه بتقفل عليه وبتقتله. تاني يوم الصبح المتاهه بتفتح وكلهم بيخرجوا من المتاهه بفضل ذكاء الولد الذهبي توماس. بعدها بيعملوا اجتماع وغالي بيقول لهم توماس خالف القواعد ولازم يتعاقب علشان ما حدش يعمل كده تاني. وهم بيقرروا هيعملوا معاه ايه. بيسمعوا صوت الصندوق وكلهم بيجروا ناحيه الصندوق. بيروحوا يفتحوا الصندوق فبينزل منه بيلاقي بنت تحت. بيلاقي ورقه في ايدها مكتوب فيها ان البنت دي اخر وافد هيوصل للمكان. بعدها بتفوق البنت وما بتنطقش غير اسم توماس وبيغمى عليها تاني. في الوقت ده الكل بيبص لتوماس هو بيقول له انت تعرفها ولا ايه. بينصدم وما بيردش عليهم. بيدخلوها جوه علشان يكشفوا عليها. توماس بيقول لمينو انا هرجع تاني المتاهه وهشرح جسم الوحش اللي انا قتلته علشان اعرف ايه قصه الوحوش دول. مينو بيوافق وفعلا توماس بيروح وبياخد معاه كام واحد من زمايله. بيدوروا في المتاهه وفعلا بيشرحوا الوحش وبيلاقوا جوه بطنه جهاز غريب. بياخدوا الجهاز ده من الوحش وبيخرجوا تاني من المتاهه. في الوقت ده كلهم بيقرروا ان توماس يخش المتاهه زي ما هو عايز. في الوقت ده مينو بياخده على مكان سري في الغابه. المكان ده مش اي حد يعرفه
اخوه بيوريه المتاهه بالكامل. توماس بيقول له انت ليه مش معرف الناس بالخريطه دي؟ بيقول له لان ما كانش حد عنده ذكاء كافي يفهم المتاهه دي، وبكده ما كانش عندنا فرصه نخرج من هنا، ولكن بعد ما لقينا الجهاز ده بقى في امل كبير ان احنا نخرج من المكان ده. بيقول له بص ركز معايا، المتاهه دي فيها 8 ابواب من جوه، وعند كل بوابه في وحش بيحرسها. ما بيلحقوش يكملوا الكلام، هو بيقول لهم 2 من الرجاله وبيقولوا لهم ان البنت صحيت. توماس بيروح جري على هناك، والبنت بتكون قاعده بعيد عن الناس ورافضه تتكلم مع اي حد. توماس بيحضر في المكان وبيقول لها ما تقلقيش انا توماس. توماس بيطلع لها فوق، بتقول له انا ليه مش فاكره اي حاجه؟ بيقول لها دي حاجه طبيعيه وحصلت لنا كلنا، وحتى اسمك مش هتفتكريه غير بعد كام يوم. بتقول له انا اسمي تريسا. بيقول لها ده برشام صداع يعني ولا ايه؟ بتقول له لا ده اسم انا افتكرته. بيقول لها انت متاكده انك مش فاكره اي حاجه غير اسمك؟ تقول له فاكره اني كنت بغرق وفي واحده كانت دايما بتقول لي كلمه. بيقطع كلامها وبيقول لها الملعون الجيد. بتقول له انت عرفت ازاي؟ بيقول لها انا دايما بحلم الحلم ده ولكن مش بفتكر منه غير حاجات بسيطه. في الوقت ده بتخرج له حنقتين من جيبها بيكون مكتوب عليهم الملعون. تقول له الحنقتين دول كانوا في جيبي لما جيت، خد خليهم معاك. بيقول لها انا حاسس ان احنا جينا هنا لسبب معين. في الوقت ده بيفتكر قلبي او بياخدها جري علشان يروح له، بيكون هيديله حقنه من دول ولكن قلبي بيمسك فيه وبيكون خلاص هيقتله، ولكن تريسا بتاخد الحقنه وبترشقها له في صدره. تاني يوم بيصحوا من النوم وبياخد منه وبيخش المتاهه وبيروح عند بوابه رقم 7. بيوصلوا عند مكان اسمه الشفرات، بيلاقوا هناك هدوم بن اللي الوحش قتله. في الوقت ده توماس بيطلع الجهاز اللي خده من الوحش، هو بيكتشف ان الجهاز ده بيوديهم لمكان الوحش اللي مات. بيوصلوا في مكان اول مره يدخلوه، بيتفتح لهم بوابه او بيدخلوا هناك، بيلاقوا جهاز ليزر او بيعمل لهم سكان. بعدها الدنيا بتتغير وبتبدا البوابات تقفل، بياخدوها جري هو ومينو واللي يهرب الله يسهل له. بيكونوا خلاص هيموتوا. تفتكر انهم هيموتوا صديقي؟ لا والله، بيعدوا من البوابه في اللحظات الاخيره وبتقفل. بيخرجوا من المتاهه وبيحكوا كل اللي حصل لزمايلهم. غالي بيزعق لتوماس، هو بيقول له انت هنا بقالك 3 ايام انما انا بقالي 3 سنين من يوم ما انت جيت بوظت الدنيا هنا. بيقول له بص يا غالي انا هنا بقالي 3 ايام ولكن عملت اللي انت ما قدرتش تعمله من 3 سنين فاتوا. غالي الكلام بيحرقه وبيكون خلاص هيضربوه، ولكن تريسا بتجيلهم جري وبتقول لهم قلبي فات. الف سلامه على قلبك يا تريسا يا اختي. توماس والرجاله بيروحوا لقلبي، بيدخلوا له جوه ولكن قلبي ما بيردش على حد فيهم. بيقول له اتكلم يا قلبي، ما توجعش قلبي معاك بقى. طب ليك عندي خبر هيفرحك، احنا النهارده دخلنا المتاهه ولقينا طريق ممكن نخرج منه. قلبي بيقول له انت بتحلم، احنا مستحيل نخرج من هنا، هما مستحيل يدونا فرصه ان احنا نمشي. انا افتكرت كل اللي حصل معايا، انت بالنسبه لهم الشخص المفضل يا توماس، ومش عارف انت ازاي جيت هنا اصلا. ما بيلحقش يكمل كلامه وبيلاقوا في دوشه كتير بره. توماس بيخرج بره، هو بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ بيقولوا له الليل جه وبوابه المتاهه لسه ما اتقفلتش. بيروحوا هناك يشوفوا ايه اللي بيحصل، ومره واحده بيلاقوا بوابه تانية اتفتحت، والبوابات بيبداوا يفتحوا واحده ورا التانية، والوحوش بدات تخرج من اماكنهم. كلهم بيبداوا يجروا من المكان وكل واحد فيهم بيقول يلا نفسي. المجموعه دول بيروحوا يستخبوا في الزرعه دي، هو مره واحده الوحش ده بياخد واحد منهم، مستخبين هنا على اساس ان المكان مش مكشوف يعني. في الوقت ده غالي بيروح يستخبى في المكان ده والباقي منهم بيروح المكان ده وكلهم بيستخبوا فيه، ولكن ما بيطولوش هناك والوحش بيخش عليهم وبيسحب كمان واحد منهم، والوحش ده بيكون خلاص هياخد تشاك، ولكن توماس وباقي الرجاله بيمسكوا في الواد. بيكون الوحش خلاص هيضرب الواد بحقنه سم، ولكن قلبي بيكسر له الحقنه، ومره واحده بيجي وحش تاني وبياخد قلبي وبيمشي. اكيد مش قلبنا يا صديقي. ومره واحده بيحصل هدوء تام في المكان، كلهم بيخرجوا بيلاقوا الوحوش كلهم اختفوا. غالي بيروح لتوماس، هو بيقول له انت السبب في كل اللي حصل. توماس بيقول له عندك حق، ممكن انا اكون السبب. بياخد الحقنه من تشاك وبيخبط الحقنه في بطنه. هتقول لي هو عمل كده ليه يا صديقي؟ هقول لك علشان اللي بياخد الحقنه دي بيفتكر كل حاجه في حياته، وتوماس بيعمل كده علشان يفتكر ايه اللي حصل معاه، وطبعا هو عامل حسابه علشان معاه حقنه مضاده للسم ده. توماس بيطب ساكت وبيبدا يفتكر اللي حصل، بيعرف انه كان شغال مع الناس اللي عاملين المتاهه دي هو وتريسا، وباقي الشباب كلهم اللي معاه قاعدين في اختبار علشان كلهم يطلعوا من المكان. توماس بيفوق بيلاقي نفسه في الزنزانه دي ومعاه تريسا، وبيحكي لهم كل اللي عرفه. بيقول لهم ما تقلقوش من حاجه، وعدي مني هخرجكم من هنا. بيقولوا له غالي اللي حبسك هنا وهيرميك انت وتريسا في المتاهه. نيوت ومينو وتشاك بيتفقوا مع توماس علشان يعملوا خطه ضد غالي ويهربوا، وفعلا غالي بياخدهم وبيكون خلاص هيرميهم في المتاهه، ولكن توماس بيضرب الاثنين اللي ماسكينه. توماس بيقلب عليهم الترابيزه وبيحاوطوا غالي من كل اتجاه. توماس بيقول لهم احنا مش هنقضي الباقي من حياتنا هنا، اللي عايز يهرب معانا اهلا وسهلا واللي مش عايز يغور. وفعلا بيروح معاهم كذا واحد، هو بيقول له الغالي يروح معاهم لكن ما بيرضاش، وفعلا بتبدا الرحله للهروب من المتاهه. بيروحوا عند بوابه 7 وبيلاقوا في وحش هناك، بيدوا مفتاح البوابه لتشاك وكلهم بيهجموا على الوحش، بياخدوه يمين في شمال لحد ما بيخلصوا عليه. بيقع المفتاح منهم ولكن بيلحقوه في اللحظات الاخيره، ولكن بيظهر لهم بدل الوحش اللي قتلوه 2 و3. تشاك بيروح جري عند البوابه وفعلا البوابه بتفتح له، بيخشوا جوه شويه كمان بيلاقوا باب مقفول ومحتاج رمز دخول، هو بيكون الرمز هو ترتيب البوابات. الترتيب ده بيكون عارفه مينو بيقول لهم عليه، وفعلا بيفتحوا البوابه. بيدخلوا جوه بيلاقوا طرقه طويله بيكملوا مشي فيها، بيلاقوا باب كمان بيفتحوه. بيدخلوا جوه بيلاقوا كل اللي في المكان متدمرين بالكامل. توماس بيدوس على الزرار ده بيشغل الفيديو اللي قدامه، بيلاقي في الفيديو الدكتوره دي بتقول طالما شفتوا الفيديو ده يبقى التجربه اللي احنا بنعملها نجحت، احنا جبناكم في المتاهه دي علشان نختبر ذكائكم،
لكم. في الحقيقه انتوا اتربيتوا من صغركم هنا، والعالم من بره اتدمر بالكامل، واحنا عملنا كل ده علشان نطلع جيل جديد. طالما وصلتوا لحد هنا يبقى انتوا ابطال، ولسه مهمتكم ما انتهتش. بعدها بتفتح البوابه دي وبيكونوا خلاص هيمشوا، ولكن بيظهر لهم غالي بيرفع سلاح على توماس، هو بيكون عايز يقتله. تفتكر انه هيموت يا صديقي؟ لا والله، بيضربوا منه بالسهم بيموتوه، ولكن فجاه بيلاقوا تشاك اخد الطلقه بدل توماس. توماس بيحاول ينقذه، ولكن كل محاولاته بتفشل. بيموت الطفل تشاك حته السكره، والكل بيكون في حاله من الحزن يا صديقي. ومره واحده بتظهر ناس من الباب ده وبتاخدهم كلهم في طياره هليكوبتر، بيقولوا لهم ما تقلقوش انتوا هنا معانا في امان. ولكن اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية يا صديقي. بتظهر الدكتوره ايفا، وفي الفيديو بتكون معرفاهم ان هي اتقتلت، ولكن في الحقيقه ما بتكونش ماتت، وكل اللي كانوا فيه ده كان مجرد تجربه يا صديقي. ما بتكونش متوقعه ان العدد ده كله يعيش، وبتقول لكل الموجودين ان توماس لسه بيدهشهم بذكائه، وكده هيبدا الدور الثاني من التجربه. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت من قلبك، واشترك في القناه علشان يوصلك الجديد يا صديقي. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.